إذا أنت بتشوف الفيديو هذا لقيت معناته إن أنا استشهدت من مدة، فدائما ادعوا لي بالرحمة. السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية جميعا. الله يرحمني ويغفر لي يا رب، ويعمل عني صدقات جارية عشان أرتاح وأنا في القبر يعني كما فيها. المهم أنا بصراحة حابب أحكي لكم شوية شغلات وأوصيكم بشوية شغلات، وأوجه رسالة لبعض ناس وبعض أشخاص. يعني في البداية خليني أوجه رسالة لأهلي، أبويا اللي دايما سندني ودايما وقف معي، دايما كان يودي الألحان. أبوي الله يخلي لنا إياه، ما تزعل إن أنا استشهدت، بالعكس أنا رفعت راسك وأنا سرت على الطريق اللي أنت علمتني إياه. فالله يرحمني يا رب، يغفر لي وادعي لي بالرحمة يا حبيبي، ما تزعل والله، افتخر فيا وارفع راسك. أمي حبيبتي الله يشفيك ويعافيك يا رب، يرد لك صحتك وعافيتك. بعرف إنه أنت بتحبيني كثير، بنفس الوقت بعرف إنه أنا غلبتك كثير، لكن والله إني بحبك كثير، أكثر حدا بالدنيا بحبك. الله يخلي لنا إياك، إنك تشفق راسنا ويشفيك ويعافيك يا رب. ما تزعل علي، بالعكس ارفع راسك فيا، افتخر إن ابنك شهيد. أخواتي أحبكم كثير، دائما نتقاتل أنا وياكم بس على طوش إخوة فما عادي يعني. كثير بحبكم، ميساء، إسراء، ياسمين، ديروا بالكم على حالكم، الله يبسطكم في حياتكم. الله يا رب يديم السعادة والسرور عليكم يا رب وعلى بيوتكم إن شاء الله. الله يحن عليك يا حبيبتي يا ياسمين، يشبه خاطرك. أخويا ناجي مش عارف شو أحكي، كان نفسي أطلع من السجن أشوفك، بس قدر الله ما شاء فعل. أنت حتطلع من السجن حتفتخر في أخوك، حتفتخر أخوك شهيد في سبيل الله، سبيل تحرير الوطن. أخوي علي، ما بدي أوصيك على أهلك، أنت لقيت الراجل الوحيد عندنا، فدير بالك على أبويا، دير بالك أخواتك، كون حنون عليهم يا حبيبي، أنت راجل بيعتمد عليك، دير بالك يا حبيبي. مرت أخويا وبنت أخويا سارة ورندا حبيبة قلبي، كان نفسي أضللكم عشان أفرجيكم لعمي الحنون، لكن معلش يا حبيبتي، أنا لحقت درب سيدكم ودرب خالكم. الله يخلي لنا إياكم، إن شاء الله تكبروا تفتخروا بخالكم طول الوقت إن شاء الله. عمكم أسف مش خالكم، عندي مشكلة في النسب. المهم أما الرسالة اللي أوجهها لكم اللي بشوفني حاليا، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لكم تابعتونا في الأحداث، شرتوا معنا، حاولنا نوصل صوتنا كل الطرق كل السبل. شكرا لكم. ما تنسوا غزة، ما تنسوا فلسطين، فلسطين تحتاج كل واحد فينا. أنا ما همني ملايين المتابعين، ولا همني الشهرة، ولا همني العلاقات. تركت كل شيء، توجهت للطريق اللي هو عن جد يوصلك للراحة. دائما يا جماعة الخير تذكروا وآمنوا إنه ما عند الله خير من الله العظيم.